هنعمل احلى اختراع سكراب ومقشر وازالة للجلد الميت وتنعيم وتوريد وكمان تعطير للجسم، وبتقعد الريحة معاكي 24 ساعة. هتبقي ماشية كده فواحة لمبة في البيت. هتجيبي معلقتين من السكر وعليهم معلقتين من الكركديه المطحون. قولي في بلادكم بتسموا الكركديه ايه؟ الكركديه اللي هو بيتنقع في المية وبيدينا مشروب لونه احمر في رمضان واي وقت تاني، وحلو جدا للضغط. نرجع لموضوعنا. هنحط بقى معلقة من زيت جوز الهند او زيت جونسون، ده او ده اللي انت عايزاه والمناسب والمتاح عندك. قلبي بقى المكونات كده كويس جدا لغاية ما كله يندمج مع بعضه. وبعدين هنبدأ نضيف بقى معلقة من جل الصبار ومعلقة من مية الورد. مية الورد ضيفي حوالي، يعني مش عايزة معلقة كمان، انا عايزة يعني نص غطا الازازة كده. وحطي معلقة من جل الصبار، هيفرق قوي قوي معاكي، وهي مرحلة اختياري بس هيفرق جدا معاكي في الوصفة دي. لو ما عندكيش مفيش مشكلة، لغاية مية الورد كده انتي تمام جدا. طيب لو انتي بقى عايزة ريحة حلوة، يبقى هتجيبي اي برفيوم انتي بتحبيه وهتحطي منه كده جزء منه او رشتين تلاتة للوصفة الفظيعة السحرية الجميلة دي. الوصفة دي انا هخليها كده، هعتبرها عادية مني ليكم على العيد من كتر ما هي جميلة. لو انتي عروسة، لو انتي متزوجة، لو انتي داخله على العيد وعايزه تفرحي نفسك كده وتحسي انك انت عملتي تغيير ومش عايزه تعملي حمام مغربي وما تكلفيش نفسك، اعملي بقى الوصفه دي. هتعملي ايه؟ تاخدي بقى الشاور وتحطي الوصفه دي على كامل الجسم، المقشر ده على كامل جسمك، وتفضلي تسكربي كده بحركات دائريه وتسيبيه دقيقتين او دقيقه وتشطفيه عشان الريحه بس تمسك فيكي وبس. خلاص حطي بعدها اي لوشن او اي مرطب عندك، حاجه وهم تحفه. ولو انت هتعملي ازاله، خلي الازاله الاول، خلي السكراب الاول وبعد كده اعملي عملية الإزالة وبس خلاص.